يهود ونصارى ليس المقصود بهم المجموعات السياسية أو المنطقة يعني. هذه لا يتم إسقاطها على ما هو موجود حاليًا، ليست لا تصنيف الأحوال المدنية ولا حتى تصنيف المسلمين ومثلًا اللفظة القرآنية من حول فهم لساني ومدلول اللسان في القرآن. أي نعم، هذا هو. يعني النصراني باختصار هو كل إنسان نصر شخصًا أو شيئًا. اليهودية والنصرانية لا يمكن إسقاطها على ما هو موجود حاليًا، مش النصارى واليهود اللي احنا عارفينهم، لا، ليس بتصنيف الأحوال المدنية، إن ده مسلم ده مسيحي ده يهودي، اوعى الكلام ده. النصراني في القرآن هو كل إنسان نصر شخصًا أو شيئًا، فالإنسان المتعصب لمذهب فقهي أو شيخ هذا هو النصراني في القرآن. كلما اقترب من هذا الشيء كلما اقترب من أن يعبد غير الله تدريجيًا حتى يتعصب على ذلك الطائفة أو الطائفة أو المذهب أو شيخ المذهب أو شيخ الطائفة. لو أنت متعصب لمذهب أو شيخ هي دي عبادة غير الله في القرآن. لو لم يكن هذا تحريف لكل ثوابت الإسلام فما هو التحريف؟ دين الله أصبح لعبة في يد زنادقة. يا راجل ده لو مديرك في الشغل بعت لك أمر وأنت فسرت هذا الأمر بالتفسير الباطني اللي بتعمله هذه الشلة، يعني قال لك مثلا يا أبو عواد هات لي كيلو فستق وديه للأولاد في البيت، أبو عواد يقول لك فستق من كلمة فسقة، يبقى المدير مش عاوزني أعمل حاجة غلط. تخيل رد فعل المدير لو كل أوامره اتفسرت بهذا التفسير، هيطربع الشركة على راسك. فكيف بالتلاعب بكتاب رب العالمين؟ الفسق على فكرة ترجع لنص إجابة كلمة الفسق المعروفة التي إذا أردنا نقولها يعني نضغط على القشف فيخرج الفسق من اللبة، الفسق من القشف. الفستق على فكرة هي كلمة أصلا فارسية جاية منها كلمة فسقة. أستاذ لسانيات، فستق كلمة فارسية من بستاك اللي بعد كده في الإنجليزية بيستاشيو. إيه علاقة بيستاشيو بالفسق؟ الحاد بالبيستاشيو. وكلمة صبغة يعني طبعا حرف الصاد يشير إلى حركة ثلاثية الأبعاد. وكلمة صبغة، الصاد في كلمة صبغة ده حرف ثلاثي الأبعاد. حرف الصاد معروف يشير إلى حركة ثلاثية الأبعاد، ده كلام معروف. هذا الكلام يا أبو عواد معروف بس في كتب السحرة، لا يوجد هذا الكلام إلا في كتب السحر. لا يوجد كتاب لغة أو لسانيات في العالم يقول إن حرف الصاد يشير إلى حركة ثلاثية الأبعاد. مفيش حاجة كده أصلا. مشروع أبو عواد إن كل حرف له معنى في ذاته عشان يعمل تحليل لساني ويطلع بفكرة الخلاص العالمي. هذا الكلام فضيحة. الحرف ليس له معنى في ذاته ولا يكتسب الحرف معناه إلا بالإضافة. ألف باء لسانيات، لو كان للحرف معنى في ذاته لتحدث جميع البشر بلغة واحدة. وده كلام جان لوك. فسق من فستق، والصاد حرف ثلاثي الأبعاد، ويهودي الياء تعني منغلق على نفسه، ونصراني متعصب لشيخ أو مذهب. يا راجل ده أنت عديت خنزر. كلام الله الذي وصفه بأنه بيان للناس وميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر ليعبد الناس ربهم على بصيرة، ليعبد الناس ربهم على بصيرة. الزنادقة حولوا كلام رب العالمين لغموض وطلاسم سحرية. لو شوية يقول لك التفسير اللغوي لكلمات القرآن. يا ابني التفسير اللغوي ده تفسير آثري يعرف به أصل الكلمة لغة، وإلا فالأصل في معنى الكلمة هو المعنى الاصطلاحي، وإلا لقلنا أن الصلاة تعني الدعاء. ما هي كلمة صلاة لغة تعني دعاء، وبهذا نكون أبطلنا معنى الصلاة بالتعريف اللغوي للكلمة. فأهم حاجة في فهم أي نص بإجماع البشر هو المعنى الاصطلاحي، وإلا لما فهمنا نصا في العالم. إخراج الكلام عن معناه الاصطلاحي هذا يفقد الثقة في الكلام أصلا، وهذا يبطل كل نص. فأنتوا باطنية جديدة تهدم الملة وتبطل الشريعة، تفريغ العقيدة الإسلامية من ثوابتها، وكل عام وأنتم بخير. خلاص فتحت البلاد الإسلامية أمام العدو.